حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم النهارده بطريقه فراخ جديده ومختلفه بجد يا جماعه. كانت طعمها حلو قوي زي ما انتم شايفين، شكلها حلو. قبل ما نبدا تعالوا مع بعض نعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه بتاعتي علشان تشوفوا كل جديد. كنت عامله معاهم سلطه بطاطس بالمايونيز، هنزل لكم طريقتها لو احتجتوها. شايفين الفراخ بجد جميله ازاي يا جماعه ومستويه، اصلا كانت سخنه على ايدي جدا بس كانت طعمها تحفه يا جماعه بجد ومختلفه جدا. تعالوا نبدا مع بعض. معايا طماطميه، بصلايه، فلفل واحد رومي، ورق لورا وحبهان وجزر وعود صغنن قرفه وفلفل حصى. مش بحب احط فلفل بودر، بحب احط اللي هو الصغنن دوت في الشوربه عشان الشوربه بتغمق. هنزل بالفراخ بتاعتي بعد ما نغسلها كويس قوي قوي ونصفيها من الميه زي ما انتم شايفين. بصوا شايفين الجمال، هتبتدي يعني كده اخدت نص سوا واغطي عليها. تعالوا مع بعض نجهز. معانا طبقين بهارات، نص معلقه من كل حاجه: توم باودر، بصل باودر، زعتر، جنزبيل، فلفل اسود، ملح، شطه وبابريكا. وبرده اختيارات، لو انتوا عايزين تقللوا عن نص المعلقه دي براحتكم. الطبق التاني هما بس هنشيل منهم الملح، يعني بصل باودر وتوم باودر وبابريكا وفلفل اسود وشطه وجنزبيل. معانا كوب دقيق واحد ونص معلقه نشا. هنروح نشوف الفراخ بتاعتنا اللي هي استوت، هنطلعها من الشوربه بتاعتنا خالص. تمام، واحنا بنتفرج كده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو. دلوقتي هنطلعها كلها وهجيب طبق شوربه صغير من الشوربه بتاعتي وهنزل بطبق البهارات اللي كان فيه ملح. تمام، اللي هو ده، وهننزلهم كلهم ونقلبهم كويس قوي 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 لحد ما البهارات بتاعتنا تختفي في الشوربه. تمام، عشان ده لازم اساسي، عشان احنا هنحط الشوربه دي في الفراخ بتاعتنا علشان خاطر تشرب من التتبيله دي كويس قوي يا جماعه بجد، هتبقى طعمها حلو. وهعمل حركه دلوقتي هتخلي الفراخ دي طريه جدا من جوه. هغطيها بالاسترتش بتاعنا. تمام، البخار اللي طالع سخن من جوه ده هيخليها طريه جدا 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 من جوه. هنسيبها بقى شويه وبعدين هنرجع تاني ليها. يعني سبتها حوالي بتاع مثلا ربع ساعه او نص ساعه، عايزين تزودوا براحتكم، بس انا عشان كان ميعاد الغدا عندي هطلعها دلوقتي. ومعايا الدقيق بتاعي، هجيب الطبق التاني اللي ما كانش فيه ملح. تمام جماعه، حوار الملح دوت لازم تدوقوا الاول قبل ما تحطوا في الشوربه بتاعتكم، احسن تكون تحدق معاكم، فلازم تدوقوا كويس. انا كنت ضايقه الاكل بتاعي. هحطها في الدقيق كويس قوي واغطسها كلها، وبعدين احطها في الشوربه تاني، وبعدين انزل بالدقيق فيها وبس كده. دي كده عملت القطعه معاكم، هيبقى معايا بالمنظر ده. هكون مسخنه طاسه مليانه زيت ويكون الزيت سخن جدا. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي. بس يا جماعه بجد انا مهما احكي لكم على كان طعمها كان جميل جدا جدا جدا. شايفين الجمال؟ يعني هسيبكم مع الصوت. بس وكده خلصنا الفيديو بتاعنا. بجد كانت حلوه قوي قوي قوي، وكنت عامله جنبيها سلطه البطاطس بالمايونيز، ودي سلطه الدقوس. احنا في ناس بتحب دوت وبتحب دي، كانت طعمها حلو قوي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب، وقولوا لي حابين نعمل ايه تاني مع بعض. وبجد يا جماعه شكرا قوي على كومنتاتكم وكلامكم الجميل ليا، بجد بتشجعوني ان انا اكمل في سلسله الاكل بتاعي. هستنى تقولوا رايكم وشكرا جدا. باي باي.